السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان كريم، كل سنة وانتم طيبين. معانا حلقة جديدة من بودكاست ام اس بي. أنا سعيد بشار، هيد اوف ميديا لسيزون 26. حقيقي النهاردة معانا ضيف مميز جدا، شخص في الظاهر هو مجرد فنان قدر يجمع بين 3 تراكات بشكل مختلف جدا ويطلع منهم نتائج مبهرة، مجال الجرافيك ديزاين والفوتوغرافي و3 دي، ولكن في الحقيقة بالإضافة إن هو فعلا فنان إلا إن هو مدرسة حرفيا. اتخرج من تحت ايده اعداد كبيره جدا من كورسات مجانيه وكورسات مدفوعه في مجال الجرافيك ديزاين و 3 دي. ورغم كل كلامي ده فهو دخل مجال الجرافيك ديزاين لمجرد ان عينيه مش خضراء. رحبوا معايا بباشمهندس بدر دياب. اهلا بيك يا اهلا باشمهندس. وسهلا بيك وشكرا على المقدمه الجميله دي والله شرف لنا يا باشمهندس وجودك الله معانا يخليك، النهارده. ربنا يخليك يا رب. حابين نعرف مين باشمهندس بدر دياب. طيب بدر هو يعني راجل عنده دلوقتي 30 سنه 32 سنه، اب لطفلين. زي ما انت قلت كده، يعني دخلت المجال ده عشان امي ولدتني وانا عيني مش خضراء. لمجرد بس اللي هو كان وانا صغير كنت نفسي في الحته دي، كنت بشوفها في اخويا الكبير فكان نفسي فيها وانا صغير. فمين كان اللي بيعمل الكلام ده؟ كان بتاع الاستوديو هو اللي كان بيخلينا في الحته دي. آه، يعني مش عايز اخدك في الحاجات القديمه شويه دي، يعني دي يعني بتبقى ذكريات كتير يعني. انا حاليا في اف اكس و 3 دي ارتست، بشتغل في اكتر من مكان. يعني مفيش شركه معينه، وفي كذا شركه انا شغال فيهم، بنظام بارت تايم وفول تايم. بشتغل انستراكتور في جامعة بنها، وانستراكتور في الاي او سي، بدرس 3 دي هنا وهنا هنا. بس ده 3 دي، ده انترودكشن 3 دي، ودول 3 دي وفي اف اكس بتوع اي او سي. ان شاء الله. بس ويعني وبحب ان انا يعني عندي حب لنقل المعلومه. دي حاجه بقى انا اكتشفتها، ان هي ممكن انا اكون بحب انقل المعلومه. بس خلاص يعني اوكي. ممكن تسميها كده ميكروباص معرفه اوكي. مثلا، يعني واو. احنا كده اكتشفنا حاجة مشتركة بين باشمهندس بدر دياب وشباب ام اس بي كلهم. دي حرفيا دي حاجة او الحاجة اللي بتجمعنا عموما، وهي نقل المعلومة، وان احنا عبارة عن ترس كده بنتعلم ده ونوصل حقيقي. العلم وهي العجلة ماشية بالشكل ده. فدي حاجة جميلة جدا والله. خلينا نروح لنقطة. حابين نعرف خطأ باشمهندس بدر دياب وقع فيه وأثر في كاريره بعد كده بشكل كبير جدا. آه، قديم ولا جديد عشان تفرق؟ يكون يعني أثر واضح. دي اثر واضح ان انا ما دخلتش 3 دي وقت ما توفر لي فرصه ان انا ادخل 3 دي. بمعنى، يعني انا كان قدامي فرصه ان انا ادخل 3 دي. بص، انا حياتي كلها، او في الكارير المهني ده كله، مبني على فكره ان انا ربنا اللي بيحط الحاجه قدامي. انا في حياتي والله يعني عموما كده، بس انا هقول لك على الحته المهنيه. ربنا هو اللي بيحطني في الحاجه وبيحط الحاجه قدامي. فانا في 2015 اتوفر لي فرصه ان انا اشتغل في شركه كان فيها تقريبا 5 أو 6 3 دي ارتست، وانا شغال معاهم. هي شركه ليها علاقه بالاكسبريشنز والمعارض والانتيريور وكده. فهم كلهم كانوا شغالين 3 دي ماكس، وانا الوحيد اللي كنت بشتغل فوتوشوب. كان وظيفتي ان انا بخدم على الشغل بتاعهم، لو احتاجوا بانر، احتاجوا لوجو، احتاجوا برزنتيشن مثلا لشغلهم وهكذا. فكنت بشوف قدامي حد بيعمل حاجه 3 دي. انا شغلي كله 2 دي، انت اكيد فاهم أيوه. فوتوشوب، احنا أكيد. يمين وشمال وفوق وتحت بس. أكيد. فلما تلاقي حد بقى يقدر ان هو يلف ويروتيت الحاجه، الكلام ده انا بكلمك بقى 2015، ارجع بقى معايا بقى كده 2015. لما تلاقي حد بيعمل الحاجه دي قدامك، فانا كنت منبهر ازاي دوت. فحد فيهم عرض عليا ان هو يعلمني 3 دي ماكس وكده. بس انا بصراحه اللي يعني خفت اطلع من منطقه الامان بتاعتي، ان انا راجل بشتغل فوتوشوب بقالي بتاع 5 سنين، ويعني الحمد لله بكسب منها فلوس وشغال في شركه بيها. فخفت، بدل ما هطلع واروح لليفل تاني واروح في حته تانيه، خفت. هي دي الغلطه بقى، اللي هي مش غلطه بس هي تسيير ربنا. هي دي اللي اثرت على ان انا كنت ممكن بدل ما ادخل 3 دي في 2020 تدخله في 2015. فكانت تفرق هتفرق كتير جدا. طبعا. أيوه. طيب خلينا ننتقل لنقطة، وهي إحنا في فترة الجامعة مم. بيبقى عندنا تساؤلات كتيرة بقى، زي فكرة إن أنا مش لاقي شغفي ومش عارف هل المجال اللي أنا فيه ده هو الطريق بتاعي والتفاصيل دي كلها. مم. فحابب أسأل سؤال: الشغف ولا احتياجات سوق العمل؟ طيب، واحده واحده، خلينا ناخدهم حاجه حاجه. احنا بنتكلم دلوقتي على فتره مين؟ العشرينات، صح؟ أوكي. فتره العشرينات دي هي الفتره اللي انت مسموح ليك فيها ان انت تجرب اي حاجه، حرفيا تجرب اي مجال.
وهو ده الفتره المفروض ان انت تعمل فيها كده. سميها شغف، سميها احتياج، سميها رغبه، يعني مش فارقه معايا المسمى، بس انا فارق معايا ان انت تكون جربت الحاجه دي. هقول لك على حاجه، لو جبنا طفل صغير خالص وقلت له انت بتحب البسله ولا لا، هيقول لك ايه؟ لا لا طبعا. يعني في الطبيعي في الاغلب ان هو هيقول لك ما اعرفش، في الاول هيقول لك ما اعرفش بحبها ولا ما بحبهاش، مش عارف. ايوه. هيفرق معاه ان هو يجاوبك صح او غلط امتى؟ لما يجرب. لو جرب ممكن يقول زي ما انت قلت ما بحبهاش، ولو جرب ممكن يقول لك غالبا ده رأيي حبيتها. انا. لا انا بقول لك لو جبت طفل صغير هيقول لو جرب الحته دي مش عليك ايوه. انت. وبعدين محدش يحب البسله ازاي يعني؟ فهو لازم يجرب الحاجه الاول عشان يبدا يديلك رد عليها وانه تجي الحاجه دي. طيب تعال ناخد الموضوع تاني لفتره الجامعه. انا لو جيت قلت لك دلوقتي انا ايه رايك انت بتحب ال 3 دي ولا لا، وانت لسه ما تعرفش اصلا اي حاجه عن 3 دي، ردك هيبقى ايه؟ ما اعرفش. عارف حزلقوم لما كان بيقول لك يمكن لما اجرب اطلع؟ ايوه. هو نفس والله، هو فعلا هي حرفياً. كلمه تبان ان هي كوميديه، بس هي حرفيا يعني انا فعلا لو كنت جربت الحاجه ديت ممكن اكون فعلا كنت بحبها، يعني او الاقي نفسي فيها. فانا في فتره العشرينات دي اللي هي بدايه العشرينات او اخر في اوائل العشرينات كده، انت بتبقى مطلوب منك ان انت تعمل حاجه، مش ان انت تتطور في مهاره معينه قد ما انت، انا بسميها كده، انت بتطور ترسانه الاسلحه او المهارات بتاعتك القابله للتطوير. اللي هي ايه بقى؟ ان انا ابقى شخص عندي قدره الريسيرش، بعرف اسيرش على معلومه معينه. شخص عندي مهيئ دماغي كدماغ اصلا فكره ان انا هتعلم حاجه. هقول لك على مثال بسيط. امتى اخر مره ذاكرت فيها تول معينه او برنامج معين؟ فترة. حلو. لما بتيجي انت في اول الفتره دي تذاكر، دماغك بتصدع بعد قد ايه؟ بعد وقت صغير جدا. طيب لما بتيجي تمرن دماغك ان هي تذاكر الموضوع ده كل يوم، مش فتره ان انت استيعابك دوت وان دماغك تصدع بتلاقيها بقت اطول؟ ايوه طبعا. بتاخد وقت اطول على ما توصل لحته ان انت تقريك او تصدع دي. اكيد. هي دي اللي بقول لك عليه بقى، المهم مهاره ان انا الاقي الحته دي. فانت في العشرينات لا انت عندك اي التزام يخليك ان انت يعني مثلا مش فاتح بيت، مش مطلوب منك مصاريف معينه كذا كذا كذا، قد ما انت مطلوب منك تعمل ايه؟ تجرب دي وتجرب دي وتجرب دي. لانه برضو من ضمن الحاجات اللي هي دلوقتي موجوده كميزه وعيب هي توفر كل وسائل المعرفه. حرفيا النولج بقت موجوده في كل مكان. فده على قد ما هو ممكن يبان في ظاهر الامر ان هو ميزه، ان هو انا لو عايز اتعلم اي حاجه هتعلمها صح، طبعا. بس انت لو توفر لك حرفيا كل حاجه انت بتكسل. مش انت يعني ايوه. الشخص ايوه. بيكسل ليه؟ الوصول ليها بقى سهل. هقول لك مثال بص سهل قوي وبسيط قوي. اليوتيوب دلوقتي الحاجات اللي عليه بفلوس ولا ببلاش؟ ببلاش طبعا. طيب انا لو جيت قلت لك بكره الصبح يوتيوب فاضل عليه سنه والكونتنت الفري اللي فيه يخلص وهيبقى بفلوس، هتعمل ايه؟ الموضوع كل الحاجات اللي محطوطه في السيف هتطلع أكيد دلوقتي طبعا. وهنقعد نذاكر ونشتغل صح. اكيد. فتوافر المعلومات الكتير على قد ما هو ميزه على قد ما هو عيب. ففي الزمن بتاعنا دلوقتي او في الوقت الحاضر دلوقتي انت بتبقى محتاج ان انت كل شويه تقول له انت محتاج تلاقي نفسك، محتاج تدور وتخش هنا وتخش هنا وتخش هنا. ادي لنفسك فرصه ان انت تتعلم كذا وتتعلم كذا وتتعلم كذا. فانا يعني دي كنت يعني بقعد افكر فيها كده، هي بسميها قانون الجهد المهدر. اللي هو ايه؟ انت عشان تيجي النهارده هنا، هل انت صحيت من النوم لقيت نفسك هنا؟ طبعا. ولا خدت وقت شويه في ان انت لبست وبعد كده نزلت وركبت مواصلات وكذا وكذا؟ اكيد. الوقت الفعلي بتاعك للاستفاده او الحاجه دي حصل امتى؟ اول ما لما دخلت وصلت. من الباب صح. أيوة. طيب الفتره بقى من اول ما وصلت لحد ما انت كنت نايم وصحيت، الوقت ده كله ايه؟ جهد مهدر صح. بس من غير الجهد المهدر ده انت ما كنتش هتقدر توصل للنتيجه دي. للنتيجه بتاعت دلوقتي. هو نفس الكلام. الوقت اللي انت بتقعد تذاكر فيه بتقعد تضيع فيه، بالنسبه للناس ان انت بتقعد تضيع فيه وقت وبتقعد تذاكر وتتعلم حاجه جديده وتجرب وتصور و كل دوت بيبقى في ظاهر الامر تضييع وقت، بس هو في باطن الامر انت بتعمل ايه؟ لا بنتيجه مختلفه. بتكون السلالم اللي توصلك للنتيجه. اكيد. فهمتني؟ مظبوط. طيب ندخل لنقطة هي التشتت. فكرة إن إحنا أو ما نقولش عليها تشتت، وهي إن إحنا التخصص أكتر. ماشي. فكرة إن إحنا ناس لسه مبتدئين، لسه بنبدأ في مجال معين، واتعلمت مثلا ندي مثال مثلا زي الجرافيك، اتعلمت فوتوشوب وإليستريتور، اتعلمت لفترة معينة وحابب إن أنا مثلا أنزل في شركة أو أشتغل بقى وأشوف بقى العائد المادي ده بعد الفترة اللي اتعلمتها. تمام.
فالشركات دلوقتي بقوا بيتعاملوا اللي هو انت جينيور، فانت لو ما كنتش بتطير حرفيا، اللي هو من يومين حرفيا كنت بسكرول على لينكد ان فلقيت وظيفه بيقول لك عايزين حد بيشتغل فوتوشوب والستريتور وينديزاين وافتر افكت وبريمير وبلندر، اللي هو ايه ده عايزين بجد. شركه يعني. اه عايزين شركه لا يعني. ده وظيفه لواحد، ايوه، عايزين وظيفه عايزه شركه يعني. اه ما دي ما حرفيا في يعني مين بيشتغل الحاجات دي كلها؟ فاللي هو بجد فكره التخصصات دي، هل بالنسبه لنا احنا كناس لسه بادئين في المجال فكره ان انا اتخصص وامسك تخصص ده حاجه صح، ولا ان انا اخد بقى نبذه عن كل حاجه؟ طيب احنا برضو ستيل احنا بنتكلم على سن كام او في انهي فتره؟ خلينا في الفتره بتاعت الطلبه دي او حلو. طلبه الجامعات. طيب تعالى نتخيل كده ان احنا قدامنا شيت، ماشي؟ الشيت ده فيه خانات بالعرض وخانات بالطول. خلاص. انا كبدر وكتفكير انا، انه في الفتره اللي انت فيها دي انت محتاج تعمل ايه؟ انت محتاج تتعلم بالطول الاول. يعني ايه؟ تعال نقول ان هنا كده فوتوشوب، الستريتور، انديزاين، افتر افكت، بريمير، 3 دي. انت محتاج تعمل ايه؟ تعرف حاجه عن ده، اوكي. تعرف حاجه عن ده، تعرف حاجه عن ده. فانت بتتعلم بايه؟ بالطول. بالطول. لحد ما هتلاقي واحده حاجه فيهم هي دي اللي انت هتحس اللي هو هي دي. مم. انا خلاص انا لقيت نفسي في الافتر افكت، انا حاسس ان جو الموشن، وان انا اعمل قدامي كذا، وان انا بشوف الحاجه قدامي في التلفزيون مثلا او في اعلان على السوشيال ميديا واقعد اتخيل هو ازاي اتعمل، واقعد اتخيل نفسي وانا بعمله. خلاص انت لقيت نفسك في الحته دي. اول ما تلاقي الحته دي او الخانه دي بتاخدها وتمشي بيها بالعرض، تجيب اخرها. فانت بالاول بتعمل ايه؟ بتعرف كل واحد من دول بيعمل ايه. وده هرجعني تاني للنقطه اللي كنت بقول لك عليها، ان ده بالنسبه للناس بيبقى وقت ضايع. اكيد. انا ضيعت وقت والله وانا بتعلم فوتوشوب، انا ضيعت وقت وانا بتعلم الستريتور. انت ما ضيعتش وقت، بس انت كنت بتعرف ده ايه. وهيجي في يوم من الايام لما الايام تجري هتلاقي ان الوقت اللي انت حاسس ان انت ضيعته في المهاره دي قد ايه هو فادك. اكيد. يعني لو جيت انا واحد من ضمن الناس زمان حاولت اتعلم الرسم، خلاص، ودخلت الكورس هل الرسم كمهاره لوحده كده عمل لي حاجه؟ لا. بس لما دخلت ال 3 دي فهمت او في الفوتوشوب عرفت ان تكوينات الرسم او الخطوط او الحاجات دي اللي انا كنت خدتها في الكام سيشن اللي اتعلمت فيهم رسم فادوني. هو نفس المبدا، انه انا هاخد حاجه او مجال وهقعد احط فيه شويه وقت. الوقت ده صدقني والله ما بيضيع. انت بتتعلم حاجه في ظاهر الامر دلوقتي انت مش مستفيد بيها، بس هي على الاقل على الاقل ممكن تعرفك بس انت مش عايز ايه. واظن الموضوع ده ظهر عندنا اكتر في مجالات الابداعيه عموما، فكره ان انت تربط مجال جرافيك بفيديو اديتنج ب 3 دي وكده. وانا نفسي لمست الموضوع ده لما اتعلمت شويه جرافيك ديزاين ودخلت 3 دي، لقيت فكره اللايتس والشادوز والكلام ده، حاسس ان الموضوع سهل جدا. امال هم ليه بيقولوا على 3 دي ان هو حاجه صعبه وكده؟ لقيت الموضوع فعلا لا، الموضوع لذيذ قوي، والموضوع قد يكون اسهل من الكلام اللي بيتقال كله. حتى لما دخلت الموشن جرافيك بعد ما دخلت الفيديو اديتنج، الموضوع تايم لاين وكي فريمز والموضوع لذيذ خالص يعني. حلو. انت دخلت ايه بعد ايه؟ الافتر بعد البريمير. حلو. يعني الافتر قصدي يعني ال 3 دي كان الاول ولا كان الافتر افكت؟ ال 3 دي كان قبله. حلو. ال 3 دي انت اتعلمت فيه ايه؟ دخلت فيه عرفت ان في انيميشن، في تايم لاين، في ايوه. كذا في كذا، صح؟ الحاجات دي فادتك فين؟ لما دخلت بقى فيديو اديتنج وموشن، فهمت انه يا جماعه ده هنا في نفس تايم لاين المبدأ وفريم، وايه حرفيا. ده في هنا نفس الكلام. الكاميرا هو والموضوع شبه بعضه جدا. بس. زي الفل. طيب خلينا نروح لنقطة كده. لو باشمهندس بدر دياب هيدخل في مجال من الصفر النهارده بخبرة النهارده، ايه الخطوات اللي هتمشي عليها؟ آه بمعنى عايزين ندخل مجال جديد دلوقتي بس بخبره زمان، لا صح؟ خلينا بخبرة النهارده. يعني ايه بخبره النهارده؟ الخبرة اللي باشمهندس بدر جمعها بعد سنين في الشغل هو ده وكده. اوريدي موجود دلوقتي، يعني هو مش تخيل على فكره، هو ده موجود. الاي اي أوه. هو مجال جديد، صح؟ اكيد. هو مش يعني هو مش جديد في العالم، هو جديد عليا ايوه. او جديد علينا، ما بقالوش كتير. فانا دلوقتي بحاول اتعلم اي اي، بحاول ازود نفسي في الاي اي من حاجات كتير بقى، يعني توتوريالز، حاجات بتشوفها قدامك، حاجات بتعمل لها سيلف اكسبيرمنتال كده ما بينك وبين نفسك. فبحاول ان انا اطوع الخبره اللي عندي او المتراكمه بقى على مدار السنين في ان انا استخدم ده دلوقتي، او ان انا اعمل حاجه هي انا ما شفتش حد لسه بيعملها، ان انا ادمج ما بين ال 3 دي والاي اي. اقدر استغل قوته وان هو قد ايه بيوصل الموضوع بسرعه، وفي نفس الوقت اخد الفيتشرز اللي موجوده في ال 3 دي
الكنترول مع السرعه بس. حرفيا. فانا هحاول اعمل الاثنين دول، ويعني الحمد لله انا دلوقتي ماشي في سكك وفي في حاجات مخلياني يعني دماغي هتشت، اللي هو ده فعلا بيحصل، وطلعت نتائج. يعني المفروض ان تقريبا على ما الحلقه دي ما شفت هتكون الفيديو يعني طبعا، مستنيين الفيديو ده لا، فارغ الصبر. في حاجات مش طبيعيه. يعني مثلا لو بروجكت كان بياخد في وقت الريندر 30 ساعه، انا عملته في 3 دقائق. بص الكيرف نزل لفين. فاهم؟ بس هي دي برضو هقولها لك، دي تيجي منين؟ لسه انت كنت السؤال كان فيه ان هو بخبره السنين. مم. فانا عرفت ايه اللي انا ممكن اعمله هنا واديه للناحيه الثانيه يخلوه لي يخلص في ال3 دقائق دول. اوكي. طب هل دي حاجه معجزه وما بتحصلش؟ لا، عادي جدا تحصل. ولو انت لسه جديد في المجال هتقدر ان انت كمان توصل لها، بس بشرط هيبقى في شويه مبادئ معينه كده، خلينا نتفق ان هي موجوده. لازم المبادئ دي تبقى موجوده عشان تقدر توصل للنتيجه دي دلوقتي. خلاص، هو التعليم دلوقتي بقى اصعب حاجه واسهل حاجه. مم. بسبب توفر المصادر وكتر المصادر ده خلى الموضوع اصلا على قد ما هو سهل هو صعب في نفس الوقت جدا حرفيا. جدا. انت وبالذات كمان بقى، تعالى هات حد الشباب اللي لسه في السن اللي بنتكلم عنه، هو عايز كل حاجه بسرعه، مم. عايز اي حاجه بسرعه من كتر التطور اللي هو شايفه حواليه. هو خلاص بقى عنده ده، ان انا عايز ابقى انا كمان ايه، سريع. اه انا عايز اتطور بسرعه، انا عايز امسك اول $1000 من الشغل دوت اه بعد شهر من دلوقتي. فمعلم، هو اصبر، ايوه. الموضوع ما بيمشيش كده. انا ببني الاول. يعني انت الاول الزرعه اللي انت بتيجي تزرعها دي في الارض، هل انت بتحط البذره وبتلاقي تاني يوم الصبح الشجره طلعت وفيها لا طبعا. الحاجات؟ فهو العامل المشترك اللي ما بين كل الحاجات اللي احنا هنتكلم فيها ده هو الوقت. اول ما الانسان او اول ما الشاب ده يتصالح مع فكره ان انا كانسان مش لازم ابقى بنفس سرعه الاله، هو هتلاقي خلاص تمام. تعال نحط كيس كده. في بني ادم النهارده، في شخص عايز يتعلم فوتوشوب النهارده، حلو. اقنعه كده بقى، تعالى ان احنا هنحط واحد نبدا نقصه بالبين تول ونمشي مش عارف ايه ونعمل. وليه؟ طب ما هو راح بتقول جاي اي يقول اي لك في طب ما هو نانو ثواني. بنانا برو انت ايوه. لو اديته البتاع يعملها لك. ايوه، ما انا عارف، انا عارف ان ده بيعملها. بس انا بعلمك دي ليه؟ او انت عشان تتعلم الحته دي ليه؟ عشان تعرف يعني ايه بين تول، تعرف يعني ايه برش، تعرف يعني ايه كذا، تعرف يعني ايه كذا. فونس ان انت عرفت الحاجات دي، لما يعني في الظاهر بتاعه كده انت بتتعلم حاجات تحس ان انت مش هتستفيد بيها، بس هو بعد كده او على التراكم انت اتعلمت ازاي تتعلم. اول حاجه الحته اللي كنت بقولك عليها، انت دماغك بتصدع في قد ايه. تاني حاجه انت اتعلمت تول تقدر ان انت تخليها تطوع لك النتيجه اللي انت عايز تطلعها بعد كده. تالت حاجه انت بنيت عندك هنا الذوق العام. مش انت بتشوف اوقات كتير كده في فيديوهات موجوده على الفيسبوك او على اي بلاتفورم، بتحس ان هو عامل فيديو ايه، بس بتحس ان هو الفيديو عباره عن فيديوهات صغيره متلزقه جنب بعض وخلاص، ايوه. صح؟ مم. ده نتيجه ايه؟ اللي هو كون مشاهد هو ما المفروض عندوش ما عندوش. السنس بتاع ان انا اعمل ازاي فيديو اتراكتيف، اخلي ازاي المشاهد ما يملش. هو خد الموضوع من بره كده. هو انا هعمل فيديو نعمل شكله فيديو واقعي بس. ببرومت وبس. اديني والله راجل طاير بينط من على مش عارف ايه وبيعمل ايه، فاداله فيديو 8 ثواني، فانا واخد 8 ثواني كلهم حطوه. حطهم. ايوه، طب هو فين الفلو بتاعك؟ فين الايقاع بتاع الفيديو نفسه؟ امتى هعمل كات، امتى هعمل ترانزيشن، امتى هعمل كذا، ايه الساوند افكت، ايه فين اللي هيفيدني هنا؟ الكلام ده كله بقى لما تيجي انت تتعلم فيديو اديتنج هو بيقعد يقول لك على ده، صح؟ طيب خلينا نرجع كام خطوة كده لورا ونيجي للجزء بتاع 2016. إيه الحاجات اللي باشمهندس بدر دياب مر بيها؟ التشتت، ازاي اتنقل من مجال لمجال، وهل هو اتنقل بينهم فعلا؟ يعني لما ساب مجال، لما دخل في مجال جديد ساب التاني، ولا هو جمع بينهم؟ ولو جمع ازاي جمع بينهم وهكذا يعني. انت بتقول 2016 ولا 2013؟ يعني عشان هي دي مرحله ودي مرحله. المرحلة بتاع البداية بقى من 2013 لحد مثلا يعني بص، لو 2016. هتاخدهم كده جامب كاتس كده، في مرحله 2010 دي اللي هو بدايه دخول اصلا يعني ايه فوتوشوب، ويعني ايه لما التول تتحرك من مكانها وما اعرفش ارجعها فامسح البرنامج اه واسطب. يعني دي مرحله قديمه قوي، فممكن ننط منها تمام. تروح ل 2013. 2013 دي اللي كانت بدات ادخل فيها وافهم انه عشان اكسب فلوس من الجرافيك ديزاين، اللي انا ما كنتش اعرف بقى ساعتها ان اسمه جرافيك ديزاين بالشكل اللي هو كده، ايوه. كان انا اخش في مجال المطبوعات، ان انت تعمل يافطه، تعمل كارت شخصي، تعمل كذا. وده نتيجه انه ما كانش متوفر
النوليدج بتاعت ان انت بقى هتشتغل. كانش في اصلا حاجه اسمها سوشيال ميديا ديزاينز. هي كانت السوشيال ميديا كان بمعناها في 2013 ان انت تعمل يوفط وتعمل كروت وتعمل بانرات والكلام ده. فنزلت واشتغلت في مطابع في اماكن كتير، استوديوهات وهكذا. بدات ان انا اخد من كل مكان من دول كده خبره في حته معينه، افهم يعني ايه الفرق ما بين الار جي بي والاس ام واي كي في الالوان. ده عرفته فين؟ عرفته في مطبعه. يعني مثلا ان انت تعرف المقاسات، وان انت يعني ايه لما هتيجي تطلع حاجه للاوت دور الريزوليوشن لا ما يبقاش 150 ولا 300، لا الريزوليوشن بيقل. عرفته فين؟ في مطبعه او في استوديو، فاهم؟ فكل ده كان بيحصل في 2013. كنت بالتبعيه ماشي، وكل ما بلاقي مجال جديد او حاجه جديده بحبها بحاول ان انا اتعلمها. حاولت اتعلم افتر افكت 2014 مثلا او 2015، لان شفت ان هو بيعمل فيديو يخلي الحاجه الساكنه دي او الثابته في مكانها دي تتحرك. وانا من زمان وانا بحب حته الافلام. خلي دي كده ايه حاجه على جنب. انا بحب الافلام، بحب الستوري بشكل عام، ولما تحكي في فيلم بحبها، بالذات لو حاجه بقى ليها فيها مؤثرات بصريه بقى وانفجارات. كنت بحب الحته دي قوي من وانا صغير، لحد ما جيت كنت بقعد اقدم في كذا انترفيو. اروح شركه، رحت مثلا شركه كانت حاجه ليها علاقه تقريبا بالبيانات او حاجه كده، ورايح اقدم وظيفه الجرافيك ديزاين. فكان بيتقال لي جمله انا يعني ما كنتش قادر اميزها قوي ساعتها. هو كان بيقول لي بص، هو الديزاينز بتاعتك اللي انت بتعملها دي هي حلوه قوي، بس عارف لو اتحركت هتبقى احلى بكتير. لان انا الديزاينز اللي انا كنت بعملها هي ما كانتش ديزاينز بالمعنى الحرفي بتاع النهارده ان هو اعلان لحاجه معينه. لا، انا كنت بعمل اللي هو بما يسمى دلوقتي الفوتو مانيبيوليشن. يعني انا هجيب صورتي مثلا وهخليني بعمل حاجه او اكشن لحاجه معينه. يعني هو مش اد او مش اعلان لمنتج او لسيرفيس او كده. ده كان موجود في حاجات، بس انا اللي انا كنت بقدمه كبورتفوليو للناس ان انا في صور مثلا كنت عاملها وماسك بلوره سحريه كده، وايدي الثانيه كنت حاططها كده. طب الكاميرا فين؟ يعني هي الصوره باينه ان البلوره اهي ماشي، وهي مبينه ايدي دي، وبعد كده مبينه ايدي وانا ايدي الثانيه. طب هي الكاميرا هنا كانت موجوده فين؟ فاهم؟ صوره ثانيه وكاننا بنجري في شارع المعز. وفي يعني في حاجات بقى كنت بعملها كده كتير، فلما كنت بوريها لحد كان بيقول لي حلوه قوي، بس لو اتحركت كانت هتبقى احلى. انا مش فاهم يعني ايه. حاولت بقى اخش اتعلم افتر افكت اللي هو بيعمل التحريك ده. جهاز ما سعفنيش، كان ساعتها كان الجهاز على قده جدا، فما عرفتش ان انا اكمل فيه. مره كان بيبدا بقى انه يتحط قدامي مجالات او حاجات هي بتجيب لي فلوس بس انا مش حاببها. يعني والله مثلا انا دخلت في مجال المطبوعات وكده، بس انا مش حابه، مش حاسس ان انا الاقي نفسي لما اقعد اعمل يافطه او ان انا اعمل كارت شخصي، مع اني شوف الاستفادات اللي انا خدتها منه، بس انا لما بيني وبين نفسي لا مش حاببها، انا حابب حته تانية. مش دي الحته بتاعتي. فلقيت انه عشان انا اقدر اعمل الفيجوالز بقى او الصور اللي انا بعملها، محتاج يكون عندي مهاره تانية، الا وهي مهاره التصوير. مش مجرد دوست زرار وخلاص، لا دي محتاجه يعني تفهم يعني ايه عدسات، يعني ايه كاميرات، يعني ايه فوكال لينس، يعني ايه زاويه كاميرا، الزاويه دي هتدي ايحاء بايه، الزاويه دي هتدي ايحاء بايه، وهكذا. كان ساعتها كان متوفر لينا حاجه اسمها قعده مصممين. ده كان من اوائل، ما اعرفش تقريبا محدش دلوقتي يسمع عنه، يعني ده كان من اوائل الكوميونيتيز اللي اتعملت للمصممين في الوقت ده 2013 14 15. كانوا شباب برضو ممكن نعتبر ان هم بيقدروا ان هم يوفروا لنا المعلومه، يجيبوا لنا ناس قامات وكبار يبداوا ان هم ينقلوا لنا برضو التجارب بتاعتهم وهكذا. بس كانت تجاربهم بالنسبه لنا هي ضرب من الخيال بقى. يعني انا هو عمري في حياتي هقدر اوصل للراجل ده، وصل عمري ما اقدر اعمل زيه وبتاع. لحد ما بدا بقى زي ما بقول لك المجالات تبدا تتوفر قدامك كده، وتبدا تشوف بقى قدامك ده وده وده وده. هي دي الفتره اللي كونت عندي الحته اللي بقول لك عليها، ان انا يبقى عندي مهارات قادر ان انا اخليها بس تبقى بتخدم للي جاي، تخدمني في المجال اللي بعده. يعني عندي مهاره الدمج ما بين الصور بالفوتوشوب، دخلت معاهم مهاره تصوير، فبقيت قادر اصور اللي انا عايزه بالزاويه والطريقه اللي انا عايزها. بعد كده اروح للفوتوشوب اعمل ايه؟ اعمل اي ايديت بقى. خلاص انا بقيت تمام، انا بقيت عندي الفول كنترول على الموضوع. بعد فتره دخلنا بقى يعني في ال 3 دي، بس دي 2020، ده كده فتره 2020. الفتره اللي انا بقول لك عليها دي كانت فتره التشتت بقى اللي هو الحرفي بقى، هو في مجال كذا وفي مجال كذا وفي مجال كذا.
طب شويه تلاقي الكيرف بتاعك عمال يعمل اب اند داون اب اند داون كده كل شويه، تعمل حاجه كويسه بس ما بتجيبش فلوس. طب انا عايز اجيب حاجه يعني عايز اجيب حاجه، عايز اشتغل في حاجه تجيب فلوس. طيب ممكن تشتغل في الريتاتش، ان يكون في ريتاتش اشخاص او ريتاتش منتجات. حلو ماشي جميل، ده بيجيب فلوس كويسه، بيجيب فلوس كويسه، بس برضه مش احسن حاجه انا عايزها. يعني أنا لا مش عايز دي، ممكن يتعرض عليا حاجات انا مش موافق عليها اصلا دينيا او اخلاقيا، لا انا مش حابب اخش في الحته دي. اوكي. ف دي كانت الفتره يعني اللي كانت مليانه بالتذبذبات دي. اللي عداني منها ايه؟ يعني ربنا سبحانه وتعالى هو اللي اراد ان يظهر قدامي الحاجه دي في الوقت ده عشان اتعلمها، عشان تفيدني بعد كده بس. يعني لو هنطلع من حتة التشتت دي، فاحنا هنطلع منها بجملة كده اللي هي ايه، مش هتيجي الا بالتجربة. لازم يعني جرب و مش هتيجي الا بالشكل ده. لازم. اوكي. طيب لو خلينا ندخل على سؤال تاني كده، وهو فكرة انا شخص شاطر مثلا في الجرافيك، مم. تمام؟ فايه الحاجة اللي لو انا مثلا رايح اقدم في شركة معينة، فلو المهارة دي مش عندي هما مش هيقبلوني مع ان انا شاطر جرافيك؟ مهارات بره المجال، بره جزء التكنيكال اصلا. اول حاجه، انا لو انا كارت دايركتور لو بهاير حد وعايزه يبقى معايا، ممكن اول حاجه ادور عليه فيها الاتيتيود. انا سهل اجيب واحد ما يعني شغله مش احسن حاجه واعلمه، بس عمري ما اعرف اجيب بني ادم مش متربي او اتيتيود وحش واقوم سلوكه. فدي اول حاجه، الالتزام، إن يكون الشخص ده ملتزم. انا قلت لك ان انا جاي النهارده الساعه 5 ونص، 5 27 دقيقه انا بعت لك رساله ان انا هتاخر 5 دقايق. مظبوط. ده كوميتمنت، خلاص انا قلت ان انا هكون موجود في الوقت ده. لو المهاره بتاعت ان او لو السكيل بتاعت ان الشخص ده مش ملتزم هيتعبك، صح؟ حرفيا. بس لو الشخص دوت يعني مهارته مش احسن حاجه، هياخد شويه وقت وهيوصل لفين؟ للمستوى اللي انت اللي حابه انت عموما، عايزه. ايوه. انت حط نفسك كده كصاحب شركه، انا بدر دلوقتي شخص مش ملتزم، شخص لساني مش كويس، تعاملاتي مع ناس صحابي مش كويسين، بس اشطر حد انت شفته في حياتك، مم. هتستحملني قد ايه؟ فترة صغيرة جدا، ولا المشاكل اللي بلاش. بتيجي من ورايا كتير، ايوه، اللي صح؟ هو انا اجيب حد فعلا لا لسه قدامه شوية واكملهم له انا، وده يريحني، وعلى المدى البعيد هيريحني من حاجات كتير قوي. بس فدي المهاره اللي انا شايف ان هي، او دي الحته اللي هي كانوا بيقولوها ايه، الملتزم لا ما كانتش كده، كنا بنقول الفاشل النشيط احسن من الناجح الكسول. اوكي. يكون شخص يعني بيحاول ان هو يجتهد، بيحاول ان هو يتطور، يحاول ان هو يساعد نفسه. ده الترتيب بتاعه او التسلسل بتاعه بيبقى احسن كتير من ان يكون في حد هو انت شايفه ناجح او شايفه هو متطور او شايفه ان هو واصل لحته حلوه بس كسول فما يقدرش يطور. الاتنين دول هيشتركوا مع بعض، او اللي هيفصل ما بينهم ان يكون الشخص ده هو اتيتيوده كويس محترم، كمكان يقدر ان الناس، يعني في ناس بتخش اماكن كده انت بتلاقيه وجوده مريح، مم. وفي واحد تاني لو دخل المكان انت بتبقى قاعد انت مش عارف بقى هتسيطر عليه ازاي ايوه، ولا هتعمل ايه. حرفيا. اوكي. طيب خلينا نروح لنقطة كده. المجالات بتاعتنا عموما، المجالات الإبداعية من جرافيك، فيديو، موشن، كل ال 3D، كل المجالات بتاعتنا عموما بقت زحمة قوي بجد. مم. يعني هو الشباب دلوقتي بقوا بيسمعوا اللي هو شهر تعلم وهتعمل أول $1000 في حياتك، فكل الناس بقت بتتعلم 3D، وكل الناس بقت بتتعلم جرافيك ديزاين وكده. فاللي هو أنا لو حابب أتميز في مجالي عموما، إن يكن بقى أنا ديزاينر أو فيديو إديتور أو كده، اعمل ايه؟ او الحاجه اللي تخليني فعلا اظهر. هل يعني منتشر دلوقتي ان هو ان انت كونتنت كريتور او انك تصنع محتوى، ولا هل ده فعلا صح؟ ولا في حاجه تانية ممكن اشتغل عليها فعلا هتخليني ظاهر جدا في وسط الناس اللي انا معاهم او كده؟ طيب خليني اجاوبك اجابه كليشيه ولا اقول لك حاجات حقيقيه؟ كلام. ايوه. هقول لك حاجات حقيقيه انا يعني لمستها بشكل مباشر. طيب انا دلوقتي لو جيت سالتك قلت لك قول لي مين حد انت تعرفه شاطر قوي في ال 3 دي، إيه، سيبك مني انا. باشمهندس سيف حسام. حلو، ليه سيف؟ بيظهر بشكل كويس، بيعرف يظهر. طيب هات لي حد يكون شاطر في الجرافيك ديزاين. باشمهندس محمد علي، صاحب نور ديزاين. حلو، ليه؟
بيعرف يظهر شغله كويس. حلو. ايه العوامل المشتركه ما بين الثلاثه اللي جم في بالك دلوقتي؟ تقريبا نفس النقطة، اللي هو بيعرف يبيع شغله كويس وبيظهر بشكل كويس. يعني مش هو اشطر حد بيعمل، أكيد. مش اشطر حد في الشغل، أيوه. بس هو اكتر حد ظاهر، فخلاك عندك انت في السب كونشس بتاعك انه بقى مرتبط طول الوقت، فلان مرتبط بالمهنه دي او اللي بالمهاره هو دي. أول ما أقول كلمة جرافيك ديزاين فيتذكر معايا هما اسمين ثلاثة كده، اللي هو هما دول بتوع الجرافيك. حلو، 3 دي نفس الكلام وهكذا. جميل قوي. فمعنى الكلام اللي احنا بنقوله دوت، او معنى الحته دي هي ايه؟ انه وجودك على السوشيال ميديا وان انت بتماركت للحاجه اللي انت بتعملها ده، او دي حاجه مش اختياريه. ليه؟ لو انت شخص بتعمل احسن تورته في الدنيا وعملتها ورحت جاي حطيتها في الثلاجه عندك، هل حد هيجي يشتريها منك؟ لا خلاص كده. مطلوب ايه؟ هل العيب في التورته اللي انت لا عملتها طبعا. ولا العيب في عرضها؟ أيوه ان انت ما حطيتهاش في الباترينا بتاعتها عشان ابدا انا اشوفها واقعد اجي ان انا اطلبها، صح؟ فمهاره ان انت تبقى متواجد على السوشيال ميديا وبتعرض شغلك بشكل كويس، او يا عم تعالى نفترض ان انت مجرد بس تعرضه وبعد كده يبقى يجي تحسن الشكل الكويس دوت، دي مهاره ما بقتش، او هي مهاره مش فرعيه، مش حاجه، لا أساس أصلا. ده اساسي. مم. يعني انت دلوقتي بتخش على بيهانس وتفتح تتفرج على بروجكتس، لو لقيت بروجكت حلو قوي، يعني في فاينل اوتبوت شكله حلو قوي بس مفيش ستيبس، في بروجكت تاني نتيجته متوسطه بس هو موريك الستيبس اللي هو عملها وايه الستوكس اللي اشتغل بيها وايه كذا وايه كذا، ايه يشد عينك اكتر وايه اللي انت تحس ان انت يعني وقفت قدامه اكتر وعلق مع دماغك اكتر؟ اللي عرف يعرض شغله بشكل كويس. اللي اداك الستيبس أيوه. ووراك الرحله بتاعته، وانا عملت ايه وعملت ايه وعملت ايه. يعني في حاجه كده احنا بنعملها، انا بعملها بقالي فتره، اللي هي انا دلوقتي تعبت في بروجكت، تعبت قعدت فيه مثلا اسبوع بشتغل فيه، لما باجي بعرضه الناس بتشوف ايه؟ النتيجه النهائيه. أيوه طبعا. فبتبقى اللي هي مبهره بصريا بالنسبه للي بيشوفها. أيوه. ايه المبهر اكتر؟ الخطوات انا باخدك في الرحله بقى. اه. تعال اقول لك النهارده احنا ازاي عملنا الفيجوال دوت او عملنا الفيديو دوت. الاول الكلاينت كان طلبه كذا 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 كذا. هل في حد في الدنيا ما بيحبش القصه؟ لا طبعا. لاننا بنحب نعيش القصه. ايوه. ما بالك بقى لما اجي اقول لك القصه دي بتاعت حاجه انت شايف ممكن يكون شكلها كويس، ما بالك بقى اكتر لما اروح خاطفك من الاول، اروح جاي اقول لك مش انا جهازي كان هيتحرق؟ ايه ده؟ ليه؟ ايه اللي حصل؟ يا عم جالي كلاينت وكنت بعمل معاه 1 2 3 ده واحنا قاعدين مع بعض. بس لو جيت لك بقى مثلا في فيديو وريهولك، تعالى احكي لكم النهارده على الفيديو اللي كان هيتسبب في ان الجهاز بتاعي كان هيتحرق. اوكي. بص بقى احنا خدنا الموضوع سيكونس عامل ازاي. انا الاول ادي الاوت بوت وادي القصه، وبعد كده اروح حاطط لك فوق الهوك اللي يخليك اشد انتباهك ان انت تسمع ايه ده. الراجل ده كان جهازه كان هيتحرق عشان البروجكت، هو ايه اللي حصل؟ لمجرد بس الفضول ان انا ممكن ما ابقاش عايز اعمل زيك او ما اتحطش في الموقف بتاعك مثلا. انا هنا عملت ايه؟ لعبت على دماغك ان انا اخليك في نتيجه معينه انا عايز اوصلها لك، الا وهي ان انا تعبت في البروجكت بتاعي ده. طيب مين التارجت اودين هنا؟ اظن الناس اللي هو في نفس، فكر فيها كده الاول. انا دلوقتي كفيديو بعرض فيه خطوات شغلي لحد ما وصلت للنتيجه النهائيه، مين اللي انا عايز اوصل له المسج؟ يكون العميل اصلا. الله ينور عليك. ازاي انا تعبت. الله ينور عليك. انا عايز انا بكلم هنا الكلاينت من خلال الاودينس اللي موجودين، انه بص انا تعبت قد ايه، انا بتعب قد ايه عشان اوصل للحته دي، عكس ما يجي يوري لك الاوتبوت على طول. اللي هو حرفيا دلوقتي احنا بقينا بنسمع اللي هو يديك البريف ويقول لك 5 دقايق وعدى عليك الاقي خلصت التصميم. انا في كلاينتس كانوا بييجوا يبعتوا لي مثلا شغل او نيجي نتعامل مع بعض، يقول لي بس لمجرد ان انا وثقت فيك من القصه اللي انت او الفيديو اللي انت كنت عامله في فيديو فلان او في بروجكت فلان. ودي حاجه بتبقى، انا مش هكدب عليك واقول لك ان انا بقى كنت شخص دارس الموضوع وعارف ان انا لما اعمل كده ده هيعمل كده. هي تجربه وخطا وتعلم، تجربه خطا تعلم، تجربه خطا، لحد ما عرفت ان هو امتى الفيديو اللي انا هعمله ده انا بنسبه كويسه او بنسبه معينه عارف ان هو هيفايرل، لان هو في حته لمسه انا حتى كنت ببقى عايزها قبل كده. ايوه. يعني انا دايما مثلا لو بعمل فيديو او بعمل حاجه بجيب مراتي تعالي اتفرج على الفيديو ده واشوف الاول امبريشن ليها هيبقى عامل ازاي، اللي هو كان مبهر وكده. حلو تمام. انا قاعد بركز على تفاصيل وشها وهي بتتفرج هي هتعمل ايه امتى،
في حته معينه انا عامل فيها هوك حاجه معينه انا عايز اشوف تاثيرها، لان هي التاثير اللي هيحصل دلوقتي دوت هو اللي هيحصل فين عند باقي الناس. فانا ابقى عارف لا أكيد. الفيديو ده هنا الحته دي ممله شيلها، لا الحته دي دي حته كويسه قوي، دي ممكن نحطها في الهوك في الاول خالص. فهي بتبقى عباره عن ايه؟ سايكل، تجربه وخطا، تجربه وخطا. قد يكون من اقوى الفيديوز اللي انا شفتها لحضرتك اللي هو الفيديو بتاع الزرافه، والخطوات بقى اللي احنا عشناها، اللي هو الزرافه وهي خارجه من المكان، وازاي دخلت العربيه وفي اللوكيشن وكده. ففعلا الموضوع لا، ده كان اقوى بكتير جدا من الفيديو النهائي اللي احنا شفناه، اللي هو الفيديو الاخير يعني. فالموضوع فعلا لا، فكره ان انا اخد الشخص ده واعرفه فعلا الخطوات دي كانت لا، بجد الموضوع بيخلي الشخص المشاهد يعيش معاه التجربة كده بكل تفاصيلها، وبيعرف قد ايه حتى انا تعبت. وده اهم حاجة انا عايز اوصلها للعميل بالذات، يعني اللي هو ما تقوليش دقيقتين وارجع لك الاقيك خلصت التعديل، لا هو مش بالسهولة دي. في ايوه تولز اي اي والموضوع بقى اسهل، ولكن لا برضو ما زال في جزء كبير جدا ان انا بعمل تغذية بصرية وتفكير وغيره وغيره. كان الهدف بمناسبه ان انت جبت سيره فيديو الزرافه، هو الهدف منه كان ايه؟ الفيديو اللي انا كنت عامله ان انا عايز اعلن ان احنا عاملين اوفر على الكورس اللي احنا بنبيع الكلام ده. ايوه. فبص هو يعني الهدف مبطن فين؟ أهو. طب انا عشان اشد انتباهك واخلي الفيديو علق فيه، انا اول حاجه عملت فيديو اصلا جامد اللي هو يخطف الانتباه. انا بعمل بعد حاجه كده وريتك التفاصيل بتاعته. هي مش موجوده اصلا. ايوه. هو ايه ده ازاي يعني؟ بما اننا بنتكلم عن حاجه فيها في اف اكس، فهوريك الفي اف اكس ممكن يقدر يعمل ايه. انت لوحدك كده ممكن تحس لو ايه ده، هو ازاي واحد ممكن يجيب زرافه ويعمل كذا. لا سيبك بقى، مش مهم ان انا ازاي اجيب زرافه، انا المهم بالنسبه لي ان احنا عاملين خصم على كورس كذا كذا. ايوه. في وقت معين انا هحط فيه الكول تو اكشن ده، او الحته اللي انا عايز اوصلها انا له. عايز اوصلها. ده كله كوم. ولما جيت اعمل بريك داون للفيديو ده كان كوم تاني بقى. مم. انا ازاي فكرت فيه، وازاي عملت الترتيب بتاع السيكونس ان احنا هنعمل كذا وكذا وكذا وكذا. كون ان هو علق في دماغك انا كده وصلت اللي انا عايزه. ايوه. فاهمني؟ ايه المشترك ما بين كل ده؟ برضو اعرض طريقه شغل. شغلك. مش يعني في ناس كتير بتعمل البروجكت وتحطه على يقول خلاص انا خلصت البروجكت حلو قوي على كده. في مرحله تانية جديده بقى اللي هي برزنتيشن للشغل ده، قد تكون مهمة بنسبة كبيرة جدا. بص بنفس قدر اهميه البروجكت نفسه. ايوه، نفس الكواليتي ونفس كل حاجة. كل حاجه. اوكي. طيب خلينا نروح لنقطة مهمة جدا بالنسبة لي وبالنسبة لناس كتيرة جدا، ألا وهي اللي هو ازاي اتحول من مجرد شخص بيعمل تصميمات وبيقص فيديوز ويمنتج فيديو، لشخص فعلا لا هو عقليته عقلية بيزنس، عايز يحل مشكلة بالديزاين ده، عايز اللي هو ايه، مش مجرد شخص ايه تولز وأداة ويعمل تصميم شكله حلو، لا هو بيطلع فكرة تحل مشكلة حرفيا. طيب انا هجاوبك على السؤال ده بس بطريقه مختلفه شويه. انت عشان تعمل الديزاين ده شكله حلو ارتستيكلي عملت ايه؟ خطوات بقى زي تغذية بصرية وتفكير والله كتير انا عايز اول واحده دي تغذيه بصريه. انت عملت تغذيه بصريه كويس عشان يبقى عندك ذوق حلو تبدا تقدمه لمين؟ للمشاهد عموما حلو. او العميل. نفس الكلام هيبقى على ان انا ابقى راجل بيزنس او بقدر اقدم حاجه تفيد البيزنس بشكل كويس. بمعنى لازم تقعد يعني في فيديوز كده او في حاجات ناس بتحلل فكره مثلا اعلان بتاع بيبسي او كوكا كولا او كذا او كذا او كذا. هم بيلعبوا على ايه؟ هتلاقي بيبسي طول الوقت بتقول لك على القوه، مع بعض اقوى، مع بعض نقدر، مع مش عارف. هو هنا بيوصل مسج مين؟ اللي هو القوه، ان انا هنا احنا اللي هنا في سيطره، في قوه، في كذا. الناحيه الثانيه الكومبيتيتور بتاعه كوكا كولا هتلاقيه بيقول لك ايه؟ الحاجات اللي بتلعب على المشاعر، لمه العيله، لمه الصحاب، المشاعر. ده كلاينت، ده بيوصل مسج معينه، ده بيوصل مسج معينه. انت بقى كشخص المفروض ان انت تكون بتعمل ايه؟ بتخزن في دماغك الكلاينت لما يكون جاي عايز حاجه بتلعب على المشاعر. الحته دي اقدر ان انا العب بسلوجان شكله عامل ازاي، بالوان عامله ازاي. هنا انت اتحولت من بس مجرد ان انت بتعمل حاجه شكلها حلو لحاجه تخدم البيزنس بتاع الكلاينت ده باللي هو عايزه. طب انا هرجع بقى خطوه كمان لورا. هو انا اعرف اصلا ازاي الكلاينت ده يناسبه ايه؟ يعني ازاي اذا كان يناسبه ده او ده؟ عن طريق البريف. طيب لو البريف ما فيهوش، واسال كتير. الله ينور عليك. انا عايز دي بقى، انا عايز اسئله كتير. كل يعني ممكن اكون انا ككلاينت مش قادر اوصل لك اللي انا عايزه، بس انت كارتست او كجرافيك ديزاينر او يعني وات ايفر الحاجه اللي انت بتقدمها، لما تسالني كتير هتعرف تاخد مني معلومات. هو انت التارجت اودينس بتاعك مين؟ من سن كام لكام؟
طب ايه الصوره العامه اللي انت عايز توصل بيها؟ طب ايه الريفرنس اللي انت عاجبك مثلا حاجه عملناها يعني اتعملت قبل كده وحاسس ان هي تكون اقرب للي انت عايز تقدمه؟ طب ايه مش كذا كذا. الاسئله الكتير هي اللي هتوصلك. ايوه. تغنيك عن فخ التعديلات الكتير اه. اول حاجه، وفخ ان انت اصلا تكون ماشي في دايركشن غير اللي الكلاينت عايزه. ايوه. هنا انت بتتحول من مجرد مؤدي شاطر لراجل مفكر شاطر. بالتبعيه لما تعمل الحركه دي مره مع مره مع مره مع مره تتحول من جرافيك ديزاينر ليه حرفيا بيزنس مان اللي هو انت. بتمشيها بالتبعيه بقى، لو خلاص انا ببقى انا عارف ان الكلاينت ده هو جاي لي المناسب مع كذا. اوكي. خلينا نخش النقطة بقى مهمة جدا والتساؤلات كتير بقى، ايه ال AI؟ يعني الناس بقى بالذات في المجالات بتاعتنا، تولز ال AI بقت منتشرة، بتعمل تصميمات من الصفر وفي كل المجالات عموما بقى، في الفيديو اديتنج والموشن بقت داخلة بشكل بتنافس بشكل قوي جدا يعني. فرسالة بسيطة كده للشباب اللي لسه بادئين، واللي هو بينه وبين نفسه اصلا بيقول لك انا بتعلم حاجة في يوم من الايام هتختفي اصلا. طيب تاني هقولها لك، يعني في حته الاي اي دي، هو الاي اي عمل ايه؟ هو دلوقتي بقى مفلتر السوق بطريقه غير مباشره. بقى عندنا، احنا كنا لسه بنتكلم قبل هو ان في دلوقتي بقى في 3 تلات. بقى في تلت اللي هو يبقى مقتنع ان الاي اي دوت مقتنع. هيلغي اي حاجه تاني. ايوه. في تلت تاني مقتنع ان الاي اي ده مش هيعمل اي حاجه وانا ولا مش اي مقتنع حاجة. بيه اصلا. وفي تلت في النص اللي هو مقتنع ان هو مهم، والمهارات اللي عندي هي كمان مهم. مهمه. طيب انا هديك سؤال صغير وبسيط قوي، او اي حد بيسمعنا يحط نفسه مكان الكلام ده. انا صاحب شركه، او انت صاحب شركه دلوقتي، وعايز تعين جرافيك ديزاينر يشتغل عندك، ماشي؟ هتهاير جرافيك ديزاينر بيعرف يشتغل اي اي بشكل كويس ومهاراته في الفوتوشوب ضعيفه، ولا هتعين حد يكون مهاراته في الاي اي ضعيفه قوي بس في الفوتوشوب كويس قوي، ولا هتعين بني ادم متوسط هنا وهنا؟ متوسط طبعا. صح؟ طب ليه؟ اكيد. هاخد منه حرفيا زي ما كنا بنقول اللي هو السرعة والكنترول. هي الفكره كلها في حاجه بسيطه قوي. اول ما انت تتصالح مع فكره ان انت كبني ادم مش بنفس سرعه الاله، هتعرف ان انا محتاج وقت عشان اتعلم، صح؟ اكيد. فكون ان الاي اي بيخلص الحاجه في ثواني، بتدي برومبت لاي جنريتور ويخلص الحاجه في ثواني، ده مش معناه ان انا المفروض ان انا كمان بكون بخلص الحاجه في ثواني. انا في باس معين لازم اتعلمه وامشي فيه عشان اوصل ان انا كونت الذوق العام اللي هنا اللي يخليني ادي البرومبت للاي اي يطلعه لي في ثواني. وانا ممكن اديله برومبت يطلع حاجه فيها تفصيله صغيره زي اللي كنا بنتكلم عليها من شويه دي، هي ما تناسبش الكلاينت. هي الحته دي بتيجي منين؟ هل هي بتيجي من ان انت بس بتطلع حاجه شكلها حلو، لا. ولا انت بتطلع حاجه مناسبه للكلاينت في اللي انا عارف ان هو مناسب ليه ومن خلال التجارب اللي انا عشتها قبل كده؟ عايز تتعلم بطريقه صح دلوقتي، اصح طريقه حد يتعلم بيها ان هو في اي مجال داخل، سواء بقى فيديو اديتنج، موشن جرافيك، 3 دي، فوتوشوب، اي مجال في الدنيا، ان هو يعمل كده. ادي للمجال ده وقت من 3 شهور ل6 شهور من غير ما تقعد تقول لي الاي اي بيعمل وما بيعملش. هتستخدمه، انا ما بقولكش ارمي التول دي، بالعكس هي تول مهمه ومهمه جدا، ووجودها دلوقتي بقى اساسي ما بقاش اختيار. بس كون الذوق العام بتاعك الاول، ايه اللي يخليك تعرف تطوع الاله دي لخدمتك. يعني لو انت كنا الاول كنا بندي 100% كتركيز وكتفكير وكمجهود في تعلم حاجه زي الفوتوشوب، لا ما تديهاش 100% دلوقتي، ده 70 بس. تعلم التولز الاساسيه وتعلم البيزكس وتعلم الكلام ده، بس في نفس الوقت اعرف ان انت عندك في مهاره تانية هي هتساعدك كتير وهتجري عليك الموضوع. البين تول مهمه كاداه، مهمه جدا طبعا. صح؟ اكيد. بس هل استخدمها في ان انا اقص صوره؟ اكيد في الوقت لا. الحالي لا. في انا بتكلم بصراحه، انا مش ايوه. بقول لك مش ما عادش زي الاول طبعا. مش لا مش خلاص، في سيلكت سبجكت قصت لك الموضوع. بس لو انا ما بعرفش استخدم البين تول في تفصيله صغيره، يعني انا في تفصيله صغيره انا عملت سيلكت سبجكت ايوه. مثلا، وفي تفصيله صغيره قوي كده عايز افرغها، هعرف هنا استخدم البين تول ايوه. صح؟ بدل ما كنا الاول لا، البين تول انا كنت بقص صور ايام ما كنت في استوديو، وانا 450 صوره. كنت بقص بقى يعني ايوه. بمشي بقى على الاطراف بتاعه الجسم وبتاع، فده كان زمان. ده بالتبعيه مع التمارين الكتير خلاني بقيت شاطر فيه. فلما باجي اقول لحد يا ابني البين تول دي مهمه جدا لازم تتعلمها لازم تكمل فيها، هو طب ما هستخدمها في ايه يعني؟ طب ما الاي اي بيعمل الحته دي بسرعه، ولا في فيتشر جديده بتعمل؟ ايوه انا عارف ان هو بيعمل، بس انا عايزها تبقى طول معاك عشان وقت ما تحتاجها في وقت الزنقه تلاقيها بقت شغاله. احكي لك موقف صغير قوي حصل يعني مع واحد صاحبي لسه بيحكي لي عنه امبارح، انا كنت دماغي دي مش قادره
هو كان شغال في شركه كجرافيك ديزاينر، وهو الوحيد اللي في الشركه اللي بيستخدم فوتوشوب. الباقي كله بيستخدم كانفا بما فيهم الار دايركتور بتاعه. حصل انه في يوم الويب سايت بتاع فري بيك وقع. هو بيقع كده، بيعمل شويه بيقع بما فيه، وكمان فري بيك وقع. هم كانوا عايزين يعملوا حاجه اتفه من التفاهه. ايه هي؟ عايزين يحطوا لوجو على تي شيرت كده بتاع حد في مطعم. دي انا بص، انا بقول لك دلوقتي كده، دي تعمل ازاي؟ الموضوع ده ابسط ما يكون يعني. انا لو قلت لك معلش استاذنكم في كوبايه ميه يا جماعه، هيبقى اصعب من اللي أيوة. انا بقوله ده، صح؟ حرفيا. هم كانوا محتارين ومش عارفين. هو كل شغلهم في كانفا، وكانفا هي عباره عن تمبلتس. انا مش بعيب في الناس اللي بتشتغل في كانفا، بس انا بقول لك ايه الاساس. فهو بيقول لهم باستهزاء يا جماعه، طب جربتوا تشتغلوا، جربتوا تستخدموها او تعملوها على فوتوشوب؟ فهم بصوا له بصت له، ايه ده؟ هو ينفع؟ الاوبشن ده موجود. هو فطب جربها لنا كده. فهو الراجل عمل كنترول تي وعمل وورب للوجو، وقام خفف بس البلند بتاعها شويه، بقت خلاص بقت تمام. دي تفصيله صغيره. أيوة. فاللي هو انت بقى لو ما عندكش التول دي، هل انت كهايرنج لو في مدير هيهاير ده ولا ده؟ تاني طبعا اللي بيشتغل. بس عايز تتعلم دلوقتي في المجال وفي الوقت اللي احنا فيه ده، زي ما بقول لك اعمل كده، اتعلم الاساسيات بشكل كويس، اتعلم اساسيات التصميم اللي هي اوريدي لازم تبقى عندك عشان تعرف تطلع تول او تطلع من التول اللي انت عايزه. وبعد كده صدقني الفرص هتجيلك زي ما يعني هتجيلك في الوقت اللي ربنا كاتبه لك، مش بمقارنه، مش بسرعه، مش باي حاجه. اوكي زي الفل. طيب سؤال اخير كده عشان احنا عارفين ان احنا طولنا على حضرتك. شخص قوي تكنيكال ضعيف فنيا، حل الجزء ده ازاي؟ لا تاني كده. شخص ضعيف قوي تكنيكال حلو. ضعيف فنيا. يعني ضعيف فنيا بمعنى ايه طيب؟ فكرة إيجاد أفكار والتفاصيل دي، اللي هو يجيب فكرة مختلفة طول الوقت، حاسس إن شغله شبه بعضه. أو حتى لما بندخل دلوقتي على بنترست أو كده بلاقي اللي هو كل التصميمات شبه بعضها، حلو. مفيش حد بيجيب حاجة جديدة حرفيا. طيب قوي تكنيكال بمعنى ان هو بيعرف يستخدم فوتوشوب او فوتوشوب الستريتور او واي اي وكل تول أيوه بشكل كويس. أيوه. ضعيف فنيا مم. دي حاجه تانية خالص. ما هو بص، هو ربنا بيبقى خالق الناس كده. في شخص هتلاقيه كرييتيف، شخص انت بتقعد معاه بيديك افكار مش طبيعيه، بيجيب حاجات بره الصندوق. وفي شخص تاني هتلاقيه هو قوي في تنفيذها. فلو انت ربنا مديلك يعني عارف كريستيانو وميسي. أيوه ميسي ده اتولد يعني ربنا خلقه الكرة في رجليه بالموهبة سريعه، أيوه. صح كده؟ كريستيانو هو كان عنده قدر من الموهبه، بس قعد يتمرن كتير طور لحد ما بقى المهارة. كريستيانو. هو نفس المبدأ كده. انت مين في دول؟ انت ده ولا ده؟ الشخص اللي انا ناقصه الشخص لو أيوه. عندي تكنيكاليتي عاليه وعندي الحته بتاعت الكرياتيفيتي هي اللي قليله، حلو. الكرياتيفيتي دي بتيجي بان انا اخزن كتير عشان يبقى عندي مخزون اعرف اطلع منه. ابقى جمعت دي مع دي مع دي اقدر اطلع. ودلوقتي هي بقت صعبه شويه، بس بقت موجود دلوقتي. شات جي بي تي بقى معاك في كل حاجه. انا لو عايز فكره جديده بتجمع ما بين كذا وكذا، ما بقتش بتتعب في التفكير. فده خلاك ما بتبقاش قادر ان انت تمرن دماغك على الكرياتيفيتي. تعتمد على ان في تول اي هقول لها اديني فكره كرياتيف، هتروح مدياني فكره كرياتيف. بس برضه هي مش ابيض واسود، يعني مش ما تعتمدش على الاي واعتمد على دماغك بس، ومش ما تعتمدش على دماغك واعتمد على الاي. هي بالانس في النص. انا دلوقتي عايز اعمل ايه؟ ابدا الموضوع من تحت لفوق. انا عايز اعمل فيجوال او عايز اعمل ديزاين او عايز اعمل حاجه، ايه الهدف منه؟ اوصل الفكره او مسج الرساله معين. انا بتاعتي. عايز اوصل. تعالى نفترض ان احنا هنعمل اعلان لكان او لحاجه منتج مشروب. مم. خلاص، ايه الهدف منه؟ انا عايز ابين ان المنتج ده ايه مثلا. في كذا وكذا ايوه مواصفات معينه او تعال ندي مثال سريع كده. انا عايز ادي ان الكان دي حاجه بتدي باور وبتدي طاقه والكلام ده كله. اوكي. اغلب الحاجات بتلعب فين؟ في حاجات ايه؟ الحاجه الساندر، الرعد، اللي مش ايوه عارف ايه، الحاجات دي كلها. حلو. انا ممكن اخد الكلام ده كله في اتجاه تاني خالص، اروح بيه ان الكان دي او الحاجه اللي موجوده دي وجودها في المكان اللي هي فيه هي اكبر بكتير من الحاجات التانية الصغيره اللي حواليه. انا لعبت في حته البرسبكتيف بس. هي تفصيله بسيطه جدا نقلت الفكره بتاعتي في حته تانية بس حرفيا. خلاص انا هحط الكان دي كبيره جدا في وسط الحاجات التانية الصغيره اللي هعبر فيها في البرسبكتيف الحاجات اللي حواليه. وصلت المسج اللي انا عايز اقوله. فاهم؟ اوكي. بتيجي برضو منين؟ ما هي الفكره اللي جات لي دي جات لي منين؟ ان انا كنت بتفرج على منتج تاني شفته كان عجبتني الفكره بتاعته او عجبتني الحاجه ووصل لي الاحساس دوت فخزنتها. فلما جالي اعلان عرفت اطلع الفكره دي واعملها. هيجي السؤال بتاع هي دي كده سرقه افكار؟ مفيش حاجه اسمها سرقه افكار. أيوة.
السرقه دي بتبقى ان انا خدت حاجه انا خدتها كوبي بيست، يعني 100% عملتها 100%. انا كل الافكار هي اعاده تدوير الافكار كانت موجوده من الاخر. كان في كتاب اسمه اسرق كفنان، كان اصلا بيركز على الحته دي. كان اول تقريبا حاجه كان بيركز عليها هي ان مفيش حد بيجيب فكره 100% بتاعته. اكيد دي مستحيله اصلا، يعني دي اكيد حاجه مستحيله. هي عباره عن جزء تغذيه بصريه، حته اي اي، وجزء من افكارك انت بتطلع حاجه مظبوط الى حد ما شكلها مختلف، بس مش اكتر. مظبوط. ما هي كل الافكار، هي انا بقول لك كل الافكار هي ايه؟ هي اعاده تدوير الافكار بنصيغها بشكل مختلف او كده. بس. أيوة. هي في النهايه كده. ما هو انا هعرف منين اذا كنت الفكره دي مناسبه ولا مش مناسبه الا لما قعدت ان انا اخزن كتير. ما هو الفكره اللي جات لي في بالي دي هي جات لي منين؟ هي جات لي من اللي كنت بشوفه، ايوه صح؟ الافكار اكيد. الكتير اللي كنت بشوفها فطلعت واحده منهم فاتحطت قدامي بس. وبرضه لو هنتكلم في حته التغذيه البصريه دي، احنا اظن الناس واخده انطباع اللي هو التغذيه البصريه على بنترست بس. لا، اظن كتير ان حضرتك جدا كنت اتكلمت قبل كده في حته التغذيه البصريه، اللي هو ممكن حد يعمل تغذيه بصريه من الشارع اصلا. حرفيا. ان هو نزول الضوء على ورقه شجر مع الشادو الموضوع ده افضل تغذيه بصريه اصلا. بص، هي وسائل واماكن كتير قوي. احنا واحنا قاعدين مع بعض دلوقتي كده انا ممكن اطلع لك شويه تغذيه بصريه بس من الحاجات اللي احنا قاعدين فيها. الضوء دوت لو انا حطيت ايدي هنا هيعمل ايه على الشادو اللي موجود هنا، ايوه وليه ده عامل كده وليه ده عامل كده. هي بس كل الفكره انه الناس بتربطها ببنترست اللي هو اكتر مكان مجمع فيه مجمع الصور ديزاينز وكده. موجوده. بس هو اوقات كتير بيبقى الالهام او بيبقى الانسبيريشن اللي جاي لك مش شرط يكون من ديزاين، ممكن يكون من حاجه انت بتشوفها كل يوم وانت ماشي. هي بص، خلينا مقتنعين كده، هي الفكره رزق. هي رزق من عند ربنا، اسعى انت بس ان الرزق ده يجيلك اوكي. بس. عايزين نصيحة أخيرة نختم بيها الحلقة بتاعتنا لكل الشخص بقى، لأي حد بقى، سواء في المجالات الإبداعية، الميديا عموما، أو في العموم، شخص في طالب بيبدأ لسه في مجال معين. ما تقارنش نفسك باي حد، قارن نفسك بانت كنت فين من 3 شهور وبقيت دلوقتي فين. دي سيب يعني، مش هقول لك اي حاجه غير ان هي النصيحه دي بس. زي الفل. وكده احنا خلصنا حلقتنا. يعني بجد يا باشمهندس، كان شرف لنا وجودك معانا الله النهاردة يخليك، والله، لا ده نورتنا والله. الله يخليك. واستنونا في حلقة جديدة. الحلقات كلها هتكون موجودة على يوتيوب وسبوتيفاي. والسلام عليكم.